هل أصبحت أسمى مهنة في الكون بحاله عبء على صاحبها؟ هل أصبح مهنة التدريس عبء على المدرس اللي بيقوم ببناء الأجيال وبيربي الشباب اللي هيشيل البلد بعد كده؟ هل ده آخر الجميل اللي بيعمله المدرس مع الطلبة؟ هل دي تكون نتيجة تعب وشقة؟ هنشوف اللي حصل للمدرس ده ونرجع لبعض تاني ونعرف ايه الاسباب ايه اللي ادت لان الطالب 12 سنة يعمل كده في المدرس بتاعه. يلا بينا. خبطني كذا خبطة في وشي، دمر وشي. مساء الخير متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان في محافظة الدقهلية، تحديدا مركز أجا. الأستاذ ياسر للأسف الشديد دخل الفصل في يومه الدراسي العادي عشان يعرف الطلاب أو يعلمهم، خرج وهو محتاج عملية جراحية وبعاها مستديمة، ورجع بيته وهو للأسف الشديد مطعون في كرامته وكرامة أي معلم، لأن الواقعة دي بتمثل أي معلم بسبب طالب عمره حوالي 12 سنة في الصف الثاني الإعدادي. أهلا بك أستاذ ياسر وألف سلام على حضرتك. مثلا قول لنا إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو الطالب بيجي المدرسة من على السور. تمام. كان حصل كذا موقف قبل كده، قبلها بيوم يعني دخل الفصل وفصل مش موجود، يعني هو مش موجود في الفصل ده. تطلع برا اللي ماشي يعني مش أوريك. طالب عندك في الفصل كده؟ هو مش طالب، هو في فصل تاني. أنا كنت بدرس في فصل تاني وهو دخل عليا عافية كده. يطلع برا ومش عارف ايه عشان أشوف الحصة بتاعتي. قال لي أوريك. تاني يوم جه الساعة 9:30 مع المطوة. طبعا كنت مبلغ المدير بالموقف. بنزله من على السلم، خبطني كذا خبطة في وشي. تمام. عملت لي يعني الغرز أنا مش عارف عددها كام. حتى بقول سأل الدكتور قال لي معرفش، يعني ما تعدش. تمام. بس بعد كده اتوجهت المستشفى، خيطت، وبعد كده مركز الشرطة، وبعد كده اتعرضت على النيابة. السلاح اللي استخدمه القتل. وقرن غزال. طب هو دخل بيها المدرسة ازاي يا أستاذ موجودة ياسر في يعني؟ جيبه، مفيش تفتيش، مفيش أمن، مفيش أي حاجة. مفيش تعليم، مفيش مفيش تربية تعليم. ولا في تربية. تربية قبل التعليم، مش اسمها وزارة التربية والتعليم؟ فين التربية بقى؟ مم. بس فين وزارة التربية والتعليم من الحاجات اللي بتحصل دي؟ فين المسؤولين عن التعليم في محافظة الدقهلية؟ فين حق بقى من وزارة التربية والتعليم عشان ابن من أبناء وزارة التربية والتعليم؟ ولا هما احنا مش موجودين مثلا؟ أو أي حد مشهور مثلا حصل له حاجة زي دي مش كان هيتاخد حقه؟ بس ولا الناس تاخد حقها بإيدها؟ مفيش حد من وزارة التربية والتعليم أو مديرية أجا اتواصلت مع حضرتك؟ لا، ما حدش تواصل. هم نزلوا بلجنة بس للمدرسة وخلاص. مم. وفصلوه سنة. يعني ايه الفايدة من فصله سنة يعني؟ يعني الطالب ده كل الإجراء اللي اتعمل له إن هو اتفصل سنة؟ آه. سنة بس. الله أعلم بقى. يعني طالب دخل المدرسة بمطوة وسلاح أبيض وغدر بحضرتك، اتسبب في عاهة مستديمة في وش حضرتك للأسف الشديد. أيوه. في النهاية أخد سنة، فصل سنة. الله أعلم بقى. والقانون برضو فين يعني؟ ممكن ياخد 6 شهور يعني. مم. بعد ده كله يعني ممكن ياخد 6 شهور وهيكرر نفس الموقف عادي، لأنه ما خدش عقاب حاسم يعني. بس فين؟ كل الخطأ اللي انت عملته هو مش خطأ ان انت بتقوم الطالب ده، يعني عمل فعل ان هو كان بيعمل، يعني حابين حضرتك تشرح الكواليس. الناس عايزينها تتخيل المشهد ان انت كنت في سياق عملك اصلا، ما تعدتش حدود عملك مع الطالب ده او اهنته. يعني طالب اب مدرس بيتعامل ان هو كأب زي ما احنا متعودين. أيوه. يعني قول لي كان بيعمل ايه بقى يعني هو كان بيخش الفصل يزق الفصل عليا في كذا مرة، وهو مش موجود في الحصة بتاعته أصلا. مم. امشي هوريك. لو انت راجل تعالى. طبعا تجاهلت ودخلت الفصل. تاني يوم بقى هو مبيت النية بقى، جاب المطوة معاه ونط من على السور وداخل لي مخصوص. يعني هو جاب المطوة عشان يتعدى على حضرتك امال هو مخصوص؟ داخلها شايلها ليه؟ وكنت انت فين بقى في الوقت اللي اتعدى عليه حضرتك يا احنا استاذ؟ كنا نازلين المدير من على السلم. يعني هو كان انت كنت واخده معاك ونازل توديه للمدير عشان يقومه في الغلط او يقول له ان انت اللي بتعمله ده غلط. ايوه. فوانت نازل على السلم معاه خبطني كذا خبطة في وشي بالمطوة.
انت اتفاجئت أنا مش متوقع إن هو معاه مطوة أصلا. بعد ما خبطك؟ يعني راح فين يا استاذ هرب ياسر؟ من على السوق. يعني خبطك وهرب من على السور. تمام. تمام. ورد فعل اللي كانوا موجودين في المدرسة في التوقيت ده؟ هو كله جري طبعا. جري على ايه؟ ينقذ حضرتك؟ لا ده أنا اللي مشيت على رجلي بقى، نزلت لغاية باب المدرسة، وبعد كده المدير وصلنا لغاية المستشفى بالعربية. مم. بس. يعني طلبات حضرتك يا استاذ ياسر؟ هو فين حق المدرس بقى، وفين حق ما أقول لك حق الطالب، فين حق المدرس؟ صح. معاها مستديمة أيام مدى الحي. هو كده مفيش تعليم أصلا ولا في تربية. وإيه لازمته التعليم مثلا لطالب زي ده؟ مم. المفروض أصلا أي طالب يخش المدرسة تعمل له تحليل مخدرات وصاحبة حالة جنائية، وفين الأمن المدرسة، وفين فين؟ لسه بقى هنتكلم في موضوع فين الأمن الخاص بالمدرسة يا أستاذ ياسر. المفروض اللي احنا عارفينه في بداية الدراسة بنشوف إن بيحصل تغطيات، إن في أمن بيقف على البوابة يفتش الطلاب عن الزي المدرسي، الشنط المدرسية فيها إيه. فواضح إن مفيش ده بيحصل في المدرسة. لا، ما بيحصلش طبعا. الطالب بيجي زي ما هو عايز، بيعمل اللي هو عايزه، المدرس شغال عنده. طب ليه المدير ما حاولش إن هو يتخذ إجراءات ضد الطالب ده ويقدمها لوزارة التربية والتعليم؟ ما فيش أي إجراءات، ما بتاخدوش أي إجراءات. في سلبية. إحنا بنقول من أول السنة بس في سلبية. يعني حضرتك قلت أكتر من مرة على الطالب ده أو قلت مدرسين؟ على كذا طالب، مش دلوقتي. في شغب على طول في المدرسة. تمام. ما فيش أي إجراءات حاسمة يعني في المدرسة. بس. ايه اللي يرضيك يا استاذ ياسر؟ ما اللي ردنا عايز حقه وخلاص، هو حقه كان من أبناء التربية والتعليم. هم مش شايفين كده عادي. خلينا نوضح. لا، حضرتك ابن من وزارة التربية والتعليم، وحضرتك لك حق اكتر من حق. احنا خلينا نتكلم في نقطة مهمة جدا. حضرتك اب يعني رجعت بيتك ولادك شافوك بالمشهد ده. أيوه. كان رد فعلهم ايه؟ هم متأثرين بقى طبعا. هو كل شيء مقدر. طبعا عارفين اللي عمل كده في تانية اعدادي، يعني طفل. ابن اخويا بيقول لي مين اللي عورك؟ قلت له مفيش حاجه، انا وقعت على وشي. فدي كبير عليك جدا. اقول له إيه؟ للأسف الشديد زي ما حضراتكم شايفين الحالة النفسية للأستاذ ياسر بتشرح نفسها. أستاذ ياسر معلم فاضل، الكل بيشكر في أخلاقه. دخل في اليوم الدراسي العادي عشان إن هو يدخل يعلم الطلاب بكل مهنية وبكل أمانة. كان أب للطلاب، شاف وضع لطالب في سنة تانية إعدادي، مش طالب في فصله، ولكن هو يعني يقدر ان هو يوجهه في الصح والغلط. لمجرد ان هو قال له كده غلط وما ينفعش وعيب، فالولد تاني يوم رجع المدرسة أو دخل المدرسة وهو بيحمل سلاح أبيض. وهنحط تحت سلاح أبيض دي إن هو دخل المدرسة بيها أكتر من 1,000,000 خط. فين الأمن اللي موجود على المدرسة؟ فين التفتيش اللي بنشوفه كتير في يعني المدارس؟ تزامنا مع وكيل الوزارة اللي شاف سندوتش فول أو يعني حط بنت صغيرة جدا في موقف لا تحسد عليه، موقف صعب جدا، إن هي بتاكل فول والدنيا اتقلبت. طب بالنسبة للطالب اللي دخل مدرسة فأجا وهو بيحمل سلاح أبيض وتسبب في عاهة مستديمة لمدرس وأب لأبناء. يعني تخيلوا أن مدرس الأستاذ ياسر داخل على أولاده الصغيرين وهو بقى مشوه زي ما حضراتكم شايفين. محتاج عمليات تجميل طبعا يا أستاذ ياسر. ايوه طبعا. محتاج عمليات تجميل. مش قادر تبرر لأولادك اللي حصل، أو مش قادر تحكي اللي حصل. بقول له وقعت على وشي. بتقول له وقعت على وشي. لأن موقف إن تقول في حد تعدى عليك وطالب، ده بالنسبة لك صعب عليك. طبعا. أحرج نفسي يعني. طبعا متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين الموقف بيشرح نفسه. أستاذ ياسر عاوز حقه بالقانون من الطالب، وعاوز حقه في وزارة التربية والتعليم. وطبعا الأستاذ ياسر مدرس ومعلم فاضل وله حق،
ومنتظرين إن شاء الله بإذن الله لقاء تاني مع الأستاذ ياسر يقول إن هو راضي كل الرضا، إن حاسس إن هو حقه رجع كمعلم تم التعدي عليه من طالب في الصف الثاني الإعدادي. بشكركم وإلى اللقاء.